السلام عليكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. صرف مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانضمام إلى القناة لتتوصلوا بجديد أخبارنا. قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من بيان اليوم التي كتب أن المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر الذي بدأت الحكومة في صرف لفئاته الهشة بتعليمات ملكية ابتداء من شهر دجنبر الماضي. فوجئوا باقتطاعات تتراوح بين 10 و 15 درهم من حسابهم المفتوح لدى الوكالات البنكية أو وكالات تحويل الأموال. ووفق المنبر ذاته فإن هذه الاقتطاعات تعتبر الوكالة البنكية وكالات تحويل الأموال تكلف الخدمة المقدمة للزبون، علما أن مصاريف هذا الدعم على هزالته يجب أن تتحملها الحكومة. وفي خبر آخر، كتب بيان اليوم أن مهتمين بالشأن المحلي بمنطقة تردات أنزا بأكادير نددوا بالحظر الذي تشكله الوعاة الصرف الصحي على الحياة المواطنين بعد أن أصبحت أغطيتها متلاشية. ونسبة إلى مصادر محلية تضيف الجريدة فإن انتقادات لإدارة وجهات هؤلاء الفاعلين إلى المسؤوليات لعدم اهتمامهم بتلف هذه الأغطية، مشيرا إلى أن النشاط حذروا من المرور وفق هذه البالوعات في ظل عدم تدخل الجهات المعنية من أجل تغيير أو إصلاحها، أو على الأقل وضع حواجز بمحاذاتها للتحذير المرة. بيان اليوم كتب أيضا أن تم بمقر عملية إقليم الخميسات التوقيعات على اتفاقيات توزيع 11 بدارة للزرع المباشر لفائدة جمعيات وتعاونيات فلاحية بالإقليم.